هاي يا جماعه، بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات على اليوتيوب، وبجد متحمسه قوي ان انا ارجع اعمل لكم كونتنت كتير قوي يكون بيفيدكم ويعجبكم. وبمناسبه بقى الكونتنت واللي بيفيدكم واللي يعجبكم وكل الكلام ده، الحمد لله بقالي سنتين بعمل محتوى. انا ابتديت اول مره اعمل محتوى كان يوم 17/5/2021، احنا في 23. الشهر ده، او يعني على حسب بقى هنزل فيديو امتى، يعني ممكن انزله في اول 6 كده، يعني شهر 5 اللي فات ده انا كنت اول مرة انزل فيديو. ممكن اوريهولكم. هاي، عاملين ايه؟ عايزين تعرفوا ازاي عملت اول $80 ليا اونلاين من البيت من على اللابتوب من غير ما اتحرك من مكاني؟ اعملوا لي فولو عشان هبقى بعلمكم واتعلم معاكم ازاي اعمل فلوس من البيت اكتر من غير ما انزل من البيت ومن اللابتوب بتاعي. بس الفيديو ده انا كنت قاعده في البيت ما بعملش اي حاجه غير ان انا كنت متوتره جدا. صورت 70,000 مره فيديوهات تانية، جبت بقى الرينج لايت وحطيته وقعدت اركز هقول ايه. بس اول فيديو اكتشلي انا عملته بجد واللي هو نفع اصلا وسبب اللي انا فيه كان فيديو اللي انا وريته لكم ده. كنت قاعده على السرير، واللي شاف منكم وانا بحكي على ازاي ابتديت او كده، كنت قاعده على السرير لابسه بيجاما، لبست بس جاكيت كده وقفلت الزراير، وقررت ان انا احكي لكم على خبره انا عملتها. كنت وقتها عملت زي ما انتم سمعتوا اول $80 ليا اونلاين، ودي كانت فتحه خير عليا زي ما بيقولوا. وعمري كنت اتخيل الجيرني دي هتاخدني لفين. الجيرني دي خدتني لحاجات كتير قوي انا ما كنتش اتخيلها ولا احلم بيها. سافرت بسببها، بسبب الموضوع ده شويه، وبدايه الفريلانسنج. رحت اول سفريه ليا كانت دبي كلاينت، كانت حاجه بسيطه جدا كده كبروجكت، بس اسمي ان انا سافرت. اديت توكس، رحت الستودنت اكتيفيتيز، اديت توكس فيها ناس كتير قوي منكم حبتني، اثرت في حياه ناس بشكل انا ما كنتش اتخيله. وانا كمان شخصيا حياتي اتغيرت، بنيت شركه، بنيت اودينس انا ما كنتش احلم بجد ان هو يكون عندي. بنيت حياه مختلفه تماما بسبب صناعه المحتوى. ان فعلا صناعه المحتوى بجد اقدر اقول النهارده بعد سنتين هي كومبليتلي غيرت حياتي. فعشان كده النهارده قررت ان انا اقول لكم ال10 حاجات اللي انا اتعلمتها من صناعه المحتوى. وقبل ما نبتدي احب اقول لكم اهلا بيكم في الشانل بتاعتي. انا ماري حداد، ودي تشانل ليرن وذ ماري، بنتعلم فيها حاجات كتير قوي. بس اهم حاجه ان احنا ازاي نعرف يكون عندنا الحياه اللي نفسنا نعيشها عن طريق الشغل اللي احنا بنشتغله، يقدر يكون بيوفر لنا الحياه اللي احنا عايزين نعيشها بالطريقه اللي احنا عايزين نعيشها والفلوس اللي احنا محتاجينها. وكل الحاجات دي هتلاقوا في الشانل بتاعتي، في حاجات كتير قوي ممكن تفيدكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب، وخلينا نبتدي ب10 حاجات اتعلمتهم بعد سنتين من صناعه المحتوى. اول حاجه اتعلمتها من صناعه المحتوى ان صناعه المحتوى عامه هو حاجه ريسك فري، مفيش فيها اي مخاطره. لانه انا دايما بسال نفسي السؤال بتاع هو ايه اوحش حاجه كانت ممكن تحصل لو انا ما ابتديتش ان انا اعمل محتوى. اوحش حاجه بجد كانت ممكن تحصل ان كل اللي انا فيه ده ما كانش هيحصل لو انا ما ابتديتش اعمل محتوى. فصناعه المحتوى حاجه بجد ريسك فري من كذا جانب. اولا مش مكلفه قوي ماديا، ان انا الريسك المادي ان انت تبتدي انك تكون صانع محتوى ريسك قليل جدا. انا النهارده بعمل بصور في استوديو، عندي اضاءه، عندي تيم ورا الكاميرا بيشتغل معايا، كل الكلام ده. لكن في الاول انا ابتديت بجد بموبايلي، وانا كنت عامله حسابي ان انا في يوم من الايام عايزه ابقى صانعه محتوى. فاشتريت تليفون بالقسط، والكاميرا بتاعته كانت كويسه. كنت بقسط كل شهر 1000 جنيه في 1000 جنيه عشان انا كنت عارفه ان انا محتاجه كاميرا احسن من اللي معايا. كان معايا الاول ايفون 7، بعدين جبت الايفون 12. فانا كنت ابتديت حبه حبه، ما ابتديتش بس على طول بان انا يكون معايا احسن معدات واحسن كاميرا واحسن اضاءه واحسن كل حاجه، لان ده ما كانش منطقي. والريسك في ان انا اكون بحط راس مال في حاجه عشان تكون بترجع لي فلوس، ما كانش في اي ريسك في اي حاجه. لا ريسك في ان انا لما انزل فيديوهات لو ما عجبتش حد فهو مش فارق معايا، عجبت الناس فدي حاجه كويسه. مفيش اي ريسك في ان انا ابتدي ان انا اكون بعمل محتوى يساعد الناس. فالموضوع ما فيهوش اي ريسك غير شويه خوف بس محتاجين تتغلبوا عليه. وتعالوا اقول لكم برده بقيه التبس يمكن تعرفوا تتغلبوا على الخوف ده. تاني حاجه اتعلمتها ان على السوشيال ميديا او انك تبقى صانع محتوى there is a lot to learn، حاجات كتير قوي تتعلموها. التعليم فيها بشكل يومي وبشكل مستمر عشان كل يوم بيحصل حاجه جديده، فمحتاج دايما تكون اب تو ديت في الحاجات اللي بتحصل وبتتغير. بمعنى الانستجرام مثلا، انا اول ما ابتديت ما كانش الريلز على انستجرام، كان بس التيك توك فيديوز. ابتديت افهم اكتر انستجرام، افهم ازاي انستجرام بيشتغل، ايه الابديتس اللي بتحصل فيه، الالجوريثم بتاع انستجرام عامل ازاي وبيتغير ازاي وكل الحاجات دي. بعدين ابتديت اروح اليوتيوب، لما ابتديت اروح اليوتيوب اتعلمت فيه حاجات لحد دلوقتي لسه بتعلم فيه. فانا كل يوم في حاجه جديده بتعلمها عشان اقدر اكون ماشيه مع التغيير المستمر اللي بيحصل. لان شغلانه صانع محتوى معتمده بشكل اساسي وكبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي.
فلو انا مش قادره اكون ابديتد بكل الحاجات اللي بتحصل، ساعتها هيبقى في حد تاني بيطلع بيسبقني عشان هو متعلم الحاجات دي وقادر يكون اب تو ديتد يوم عن يوم. هتقولي ماريا يعني ازاي انا محتاجه اتعلم الحاجات دي؟ يعني لازم اخد كورس بقى ولازم ابقى كل يوم قاعد عمال بذاكر الحاجات دي؟ لا، انتوا محتاجين تتعلموا بطريقتين. اول طريقه عن طريق التجربه، ان انتوا كل ما تنزلوا حاجه تبتدوا تقعدوا تذاكروا مش بورقه وقلم. يعني مش كل يوم انزل فيديو اقعد بقى امسك الفيديو ده جه عليه 5 لايكس و6 كومنتس عشان خاطر، لا، انا بشوف عموما استراتيجيه اللي انا بنزل بيها ايه اللي بيعجب الناس وايه اللي لا، ايه الحاجه اللي بتفرقع قوي وايه الحاجه اللي مش بتفرقع قوي، ايه الحاجه اللي الناس اللي بتحبني مستنياها مني دايما، فالكوميونتي بتاعتي او المجتمع اللي بيحب يشوفني كل يوم بيتعلم مني ايه. فانا اقدر بالمراقبه كده والاوبزرفيشن اقدر اقول الفيديوهات دي بتنفع للطريقه دي، الفيديوهات دي بتنفع عشان التايتل بتاعها حلو، العنوان اللي انا حطاه حلو، العنوان ده الناس محتاجه تعرف عنه اكتر. انا على يوتيوب مثلا بحط عناوين بالانجلش، تقدروا تخشوا تشوفوا ما كانتش بتعمل حلو قوي زي ما كنت بعمل عناوين بالعربي. ده اتعلمته منين؟ عن طريق المراقبه، مش انا رحت اخدت كورس ان العناوين هي اللي بتفرق. دي حاجه. الحاجه الثانيه عن طريق ان انتوا تعملوا فولو لناس تقدر تكون بتتكلم على الحاجات دي بشكل مستمر، فكل ما يحصل ابديت شغلانه الناس دي، زي مثلا انا بتكلم عن الفريلانسنج والديجيتال ماركتنج وصناعه المحتوى، بقول لو في ابديتس معينه، في ناس تانية كمان بتقول لو في ابديتس معينه، فتقدروا تكونوا بتتابعوهم وتتعلموا منهم الحاجات دي. ثالث حاجه اتعلمتها في صناعه المحتوى، ان صناعه المحتوى لما بجد بتبتدوا تتشهروا في مجالكم او تتعرفوا في مجالكم، في فرص غير محدوده وحاجات عمركم ما هتتخيلوا تحصل لكم. خليني احكي لكم على تجربتي الشخصيه. انتوا لما بتعملوا محتوى بتبتدوا توصلوا لناس انتوا عمركم كنتوا تتخيلوا ان انتوا بتبتدوا توصلوا لهم. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي معروفه في المجتمع بتاعي ان انا عايشه في اسكندريه، في 20 50 100 واحد من صحابي عارفين انا بعمل ايه. لما ابتديت اعمل محتوى بعد سنتين وصلت ان توتال الاودينس اللي عاملين لي فولو اكتر من نص مليون على كل المنصات. فالاودينس ده في من كل جميع انحاء الكوكب، يعني مش هقول لكم جميع انحاء الوطن العربي، لا، في ناس مصريين عايشين بره، في خلايجه، في مصريين، في توانسه، في مغاربه، كل الناس دي بتتابعني. عمري ما كنت اتخيل ان انا اوصل لحد حد فيهم بالسهوله دي، وما كنتش اتخيل برضو الفرص اللي انا اقدر اكون بوصل لها بالسهوله دي بسبب ان انا قادره اكون بعمل محتوى. هتيجي تقولي ما انت عشان اتشهرتي فانت بيجيلي شغل، هي ما بتمشيش كده. انا النهارده نازله مفضيه يوم 8 ساعات شغل ان انا قاعده بصور محتوى، قبلها كنت قاعده شغاله بجهز المحتوى ده، اشتريت حاجات عشان اقدر اعمل سيت اب حلو يكون، فهي شغلانه. ولما على قد ما بتشتغل فيها، على قد ما بتحط فيها، على قد ما بيجيلك منها فرص حلوه، وعلى قد ما بتتطور فيها، على قد ما بيجيلك منها فرص حلوه. من الفرص الحلوه ان انا مثلا جالي مستثمر ده، سواء اشتغلنا مع بعض او لا، بس المستثمر ده عرفني منين؟ عرفني عن طريق الكونتنت اللي انا بعمله، وده يا اصدقائي اللي بنسميه بيرسونال براندنج. ولو مش عارفين يعني ايه بيرسونال براندنج، هحط لكم فيديو اتكلمت فيه عن كل حاجه ليها علاقه بالبيرسونال براندنج، مش كله قوي يعني، بس شويه 10 دقايق كده فيها الموضوع عن ايه عشان تبقوا فاهمين احنا بنتكلم عن ايه. وده ساعدني جدا ان انا اقدر اكون بكبر شغلي. لما سافرت السعوديه عشان انا بحاول ادخل الماركت السعودي كشغل، اما حطيت عندي على البيجات ان انا مسافره السعوديه، كان عندي اودينس من السعوديه، اكبر نسبه عندي من مصر، وده جاب لي شغل في مصر عموما، وساعدني ان انا لما قررت ان انا اطلع بره الماركت المصري، ساعدني جدا ان انا اقدر اوصل لناس تانية. بجد فرص انا فعلا ما كنتش اتخيلها. جالي اعلان مع شركه كبيره للمستحضرات التجميل مثلا عامه، جالي بجد حاجات كتير قوي قوي زي ما حكيت لكم في الاول انا عمري ما كنت اتخيلها. ومش هكذب عليكم، اهمها ان انا لما ابتديت كان نفسي اكون بعمل فرق في حياه الناس، ودي كانت فرصه حلوه قوي ان انا اكون مشهوره. ان انا طول عمري من وانا صغيره كان نفسي ابقى مشهوره، بس جات لي فكره ان انا اكون مشهوره بفرصه تانية، بان انا اكون فعلا بفرق او بساعد شويه في حياه غيري. رابع حاجه اتعلمتها في صناعه المحتوى، وهي ان الاستمراريه هو مفتاح ان الحد يكون بيتعرف على السوشيال ميديا، او انه يكون صانع محتوى شاطر. بمعنى ايه؟ بمعنى انا ضد ان احنا لازم ننزل كل يوم او كده. انا في الاول كنت بنزل كل يوم، بس الاستمراريه بمعنى ان انا اكون قادره انزل بشكل مستمر، على حسب انا عايزه المستمر ده يبقى عامل ازاي. يبقى بنزل 3 مرات في الاسبوع، بنزل مره كل اسبوع على يوتيوب، بنزل مرتين كل اسبوع على تيك توك. عموما الاستمراريه في ان انا اكون بنزل مهمه جدا. ليه؟ لانه انا فكره الناس بقى بتقول لك نزل كل يوم عشان يبتدي مش عارفه ايه، لا، هو انت فكره السوشيال ميديا عامه، وخدوها مني نصيحه والله، انتوا محتاجين فيديو واحد بس هو اللي فايرل او يبوم، وده اللي هيمشي الدنيا عامه. انا عندي على يوتيوب هنا في فيديو واحد هو اللي عمل
بوم كبيره قوي الفيديو بتاع ال10 حاجات اللي انا اتعلمتهم لما كملت 25 سنه. شايفين والله كل مره باجي احتفل معاكم بحاجه. انا بقالي سنتين صناعه محتوى، احتفلت معاكم بعيد ميلادي يعني. المهم الفيديو ده هو السبب في انه اليوتيوب شانل بتاعتي كبرت جدا وبقى عليها سبسكرايبرز كتير قوي. بس انا ما يأستش ان انا كان بيجي لي 500 فيو على 600 فيو على 1000 فيو على فيديو، لحد ما بقى في فيديو جايب 200,000 فيو. فالموضوع محتاج شويه صبر ومحتاج استمراريه لحد ما الدنيا هتظبط معاكم على فيديو معين او فيديوهين، هو ده اللي هيكون بيبتدي يجيب لكم اكبر اودينس. انا كنت محظوظه كفايه ان اول فيديوهين حطيتهم على تيك توك هم كانوا سبب ان انا اكون دلوقتي موجوده، لان هم اول فيديوهين انا عملتهم، هم اول فيديوهين راحوا فايرالوا على تيك توك او راحوا الاودينس واسع قوي. ومن ساعتها انا كملت ما وقفتش، كنت بنزل كل يوم عشان اقدر اكون بكبر الاودينس بتاعي. وعلى تيك توك عملت اول 100,000 فولور في اول شهر. ده كان عشان انا فعلا بنزل كنت كل يوم، عشان انا كان هدفي ان انا اكبر الاودينس بتاعي او الفان بيس بتاعتي. خامس حاجه اتعلمتها وقلتها لكم في النقطه اللي فاتت، ان انتم محتاجين فيديو واحد بس هو اللي يكون بيفايرل عشان تقدروا تكونوا بتتعرفوا اكتر من المجتمع اللي انتوا عايزين تكونوا معروفين فيه او بتعملوا له المحتوى اللي عايزين تفيدوهم بيه. فهو فيديو واحد بس اللي انتوا محتاجينه. ففكره الاستمراريه زي ما كنت بتكلم فيها، لو انت بتنزل 4 فيديوهات في الشهر، فنسبه ان فيديو يكون بيروح بيفايرل او يروح للناس اللي انت محتاج تكون بتسمعك نسبتها اعلى بكتير لما انت تكون بتنزل محتوى اكتر. ودي هتاخدنا لنقطه مهمه جدا، وهي نقطه رقم 6. your mental state في صناعه المحتوى مهمه جدا على كذا شكل. بمعنى انه ما ينفعش اكون بعمل محتوى لمجرد ان انا عندي الهدف انه كام لايك وكام شير وكام حد شاف وكام حد ما شافش. موضوع موتر جدا للاعصاب، وموتر جدا انه الفاليو بتاعي او قيمتي او السيلف ويرث بتاعتي او استحقاقي عامه، الناس تكون ابقى شايفه الناس بتحبني بتكرهني بتقبلني بترفضني من رقم لايكس، من رقم فولورز، من رقم عامه الشيرز، كل الكلام ده. لا، دي اول حاجه. تاني حاجه ما ينفعش اكون بستريس نفسي قوي، لا انا لازم انزل كونتنت حلو، لازم انزل كونتنت مظبوط قوي، لازم اعمل. لا، على الاقل في صناعه المحتوى في الاول زي ما كنت بقول لكم 12 فيديو مثلا قصاد 4 فيديوهات، ممكن تقعدوا على 4 فيديوهات تقعدوا فيهم كل فيديو اسبوع اسبوعين بتحضروا له، والفيديو اللي انتوا عملتوه في نص ساعه هو الفيديو فعلا اللي عجب الناس. ففي صناعه المحتوى برضو رقم 7 نتعلم ان quantity over quality، ان العدد اهم كتير قوي 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 من كواليتي الحاجه. زي ما قلت لكم في الاول ان انا ابتديت بكاميرا التليفون على السرير في بيتنا بالنور اللي طالع من الشباك. فالريسورسز اللي عندكم او الحاجات اللي عندكم ابتدوا استخدموها، وبلاش جلد زيت بقى الحاجه اتعملت ازاي ما اتعملتش ازاي، تبقى ستريسد قوي طول الوقت بتفكر في الموضوع. لا، خدوه بطريقه فن عشان الناس تقدر تحس فعلا ان انتوا بتعملوا لهم كونتنت من قلبكم، فيوصل كده ايه زي ما بيقولوا من القلب للقلب. تاني حاجه اتعلمتها ان صناعه المحتوى مصدر دخل كويس، بس عايز صبر رهيب ومش ستيبل او مش مصدر دخل منتظم اقدر اكون بعتمد عليه بشكل كلي، بس مصدر دخل حلو. بيجي لي منين مصادر دخل؟ البراند ديلز، لما شركه بتكلمني اعلن عن منتجاتها، دي الحاجه التانية يوتيوب مثلا لسه بعد ما كنت بنزل سنه ونص من المحتوى ابتدى يعمل لي فلوس، مش فلوس كتير قوي بس بيعمل لي فلوس عامه لما بصور المحتوى. فهو مصدر دخل مش ثابت بس تقدر تكون بتستخدمه ان انت تكون بتمونيتايز منه فلوس. يعني ايه بمونيتايز منه فلوس؟ يعني تقدر تطلع من فكره انك صانع محتوى فلوس، غير ان منصات التواصل الاجتماعي بتكون مطلعه لك فلوس، زي انك مثلا تبيع كورس. وعلى فكره انا هعمل كورس قريب جدا، روحوا على الانستجرام شوفوا واعملوا فولو عشان تعرفوا اول ما انزل الكورس. المهم، ده طريقه ان انا اكون بطلع مصدر دخل من فكره البيرسونال براندنج بتاعتي، او فكره ان انا صانعه محتوى، ان انا قادره اكون مثلا زي دلوقتي انا عرفت ان انا ازاي اعمل محتوى على يوتيوب، فاعمل كورس اشرح لكم ازاي تعملوا محتوى على يوتيوب واكون ببيعه مثلا 200 جنيه في المره لحد اللي هيشتري مني. ده طريقه ان انا عملت فلوس من صناعه المحتوى من غير ما اكون باخد فلوس من منصات التواصل الاجتماعي. هل الفلوس دي مصدر دخل ثابت زي مرتب او حاجه؟ لا، بس على الاقل بتكون مصدر دخل اسهل سريع مش منتظم، ودي اهم حاجه تحط تحتها 100 خط. بس برضو مجدي، بس عايز وقت وصبر عشان تقدروا توصلوا انه بعمل منه فلوس حلوه. انا بعد سنه ونص مثلا ابتديت اعمل منه فعلا فلوس حلوه وفلوس كويسه. 9 حاجه اتعلمتها، وكل تاخيره في الكونتنت ما فيهاش خيره خالص، فكل ما بنتاخر كل ما بتبقى حاجه وحشه.
ان كل يوم في حد بيبتدي يصنع محتوى. صناعه المحتوى كانت زمان 5 مليون صانع محتوى مثلا قبل 2020، دلوقتي احنا داخلين على 50 مليون مثلا صانع محتوى. فالفكره كلها ان انتوا كل ما تبتدوا بدري كل ما يبقى احسن، عشان تبتدوا يبقى فرصتكم احسن ان انتوا تتعرفوا في مجالكم، لان المجال ابتدى يبقى زحمه جدا. فكل ما ابتدوا دلوقتي، مش هيحصل اي حاجه، عشان كل ما بتتاخروا بتضيعوا فرصه لوقت كنتوا ممكن تعملوا فيه فلوس كتير او تعملوا فيه شغل انتوا محتاجين تعملوه. يعني انا لو ابتديت دلوقتي هضيع كنت سنتين من عمري لحاجات كتير قوي تانية كنت ممكن اكون بعملها. بمعنى ان انا لو ابتديت النهارده هبقى لسه ببتدي اللي انا بنيته من سنتين، بس انا عشان ابتديت من سنتين انا اهو النهارده عندي 30,000 سبسكرايبر، عندي الشركه، عندي كل الحاجات اللي حكيت لكم عنها في الاول. عاشر واخر حاجه، you don't have to be original. مش لازم اول ما تبتدوا تبقوا بالظبط عاملين كونتنت محدش عمله، لان خلينا منطقيين كل حاجه كلنا بنتكلم فيها كل الناس عملتها قبل كده. انا لما ابتديت ذاكرت محتوى شبه محتوايا من كذا يوتيوبر هنا ومن كذا صانع محتوى عامه زي ايرن اون ديماند، علي، ايرن ماي هنري، كل الناس دي انا ذاكرتهم، شفت المحتوى بتاعهم اثر فيا، عملت محتوى شبهه وانا بتكلم في محتوى شبههم كلهم بس بخبرتي وبطريقتي. فانا ما كنتش اوريجينال 100%، انا ما اخترعتش الذره يعني. فطبيعي ان انا اكون مش بقلد، بس قادره اكون ببقى انسبايرد بيهم، هم قادره اشوف هم بيعملوا ايه، وقادره اكون بتعلم من كل حاجه هم بيعملوها. ما بقاش محشوره بفكره ايه ده انا كده بقلد. لا، انتوا مش بتقلدوا، انتوا بتتعلموا من غيركم. وطبيعي في الاول تبتدوا ان انتوا تاخدوا حاجه شبه حاجه بتاعت حد وتبتدوا تطوروها بطريقتكم. فما تتوتروش ان انتوا تكونوا بتشوفوا صانع محتوى تاني ان شاء الله حتى لو انا، وتعملوا الكونتنت بتاعي بطريقتكم لناس تانية اكيد تبقى مستنيه تسمع الاكسبيرينس بتاعتكم او تجربتكم انتوا الشخصيه. ودي يا جماعه تكون نهايه الحلقه بتاعتنا النهارده عن الانيفرساري بتاعي ان انا بقالي سنتين صناعه محتوى. اشوفكم السنه الجايه ان شاء الله، ممكن اتعلم حاجات اكتر بكتير، ممكن يكون الذكاء الاصطناعي خد مكاني ومبقاش في صناعه محتوى اصلا، يعني علم هنشوف. ستي تيون عشان هكون بنزل محتوى عن الذكاء الاصطناعي وازاي نستخدمه وكل الكلام ده. فاعملوا سبسكرايب واشوفكم الحلقه اللي جايه.